مرحبا بكم، سعيد بلقياكم في هذا الخبر الجديد على قناتكم مغرب شكل، وهذا عنوانه: المديرية العامة للأمن الوطني تضرب بيد من حديد وتعتقل شرطيين قاموا بالاعتداء على مواطن بسبب خلاف لا علاقة له بإجراءات البحث. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساش دير جيم واشتراك في القناة باش تكون انت الأول اللي كيتوصل بالأخبار المغربية أولا. إلى التفاصيل. حثت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مساء أمس، ذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي الشرطة يشتبه في تورطهما في استخدام العنف في حق شخص موضوع تحت تدبير الحراسة النظرية. ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فقد عين ضابط للشرطة القضائية علامات للعنف على شخص موضوع تحت الحراسة النظرية بسبب شبهة تورطه في قضايا المخدرات، وبعد البحث معه وإخضاعه لخبرة طبية تم الاشتباه في ضلوع شرطيين مكلفين بحراسة مكان إيداع الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية في تعنيفه، ذلك بسبب خلاف عرضي لا علاقة له بإجراءات البحث. وأوضح المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية باشرت إجراءات البحث في هذه القضية بالاستماع للشخص المعني وللشهود من بين الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، فضلا عن تفريغ تسجيلات كاميرا المراقبة، وذلك للتحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للشرطيين المشتبه فيهما وترتيب المسؤوليات القانونية والتأديبية اللازمة على ضوء نتائج البحث.